السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض كده اكلة صيفية كده حلوة وجميلة. هحتاج نص كيلو صدور فراخ. هقطعها كده قطع عشان انا هعمل شيش طاووق بالكوسة. وهقطع الكوسة حلقات كده زي ما انتم شايفين، وماسكة عصيان الشيش طاووق نقعهم في مية. بس انا قربتهم لكم عشان تشوفوهم. اكلة سهلة كده وبسيطة. هبتدي املح بس الصدور بعد ما قطعتها كده. ارجع بس معاكم كده البهارات اللي انا حطيتها. حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر. الزعتر بقى بيديها نفس جميل قوي مع الكوسه. ماشي، بقلب بقى كل المقادير دي كده. هي ايه سهله كده وسريعه وهتخلص في ثواني. لو لقينا كده حته كبيره نصغرها. هاخد بقى عصايه كده بالمبلوله وهبتدي انزل بحلقه كوسه وقطعه فراخ. كده لغايه ما يبقى الصباع معاكي ايه معقول، ولا يبقى مثلا مليان ولا يبقى فاضي. يعني بقى تقدري ايه تعملي كده. وابتدي بردك اعمل تاني لغايه ما اخلص كل الكميه. خلاص كل الكميه واوريك. ودلوقتي كده انا خلصت يا بنات الكميه كلها. هبتدي يا تدهنيها بالزيت بفرشه يا اما بالرشاش كده ترشيها. وهغطيها وادخلها الفرن. في الاول بغطيها بورقه زبده وورقه المونيا عشان ما تستوي الكوسه. وبعد كده لما احس ان الكوسه استوت بشيل الغطا من عليها عشان تنشف وتبتدي تديني ايه لون محمر. لون الوش بقى بتاعها تديوني وش. يلا بقى نشوفوا هنعمله جنبها ايه. هعمل جنبها رز ابيض. لا، هعمل جنبها رز بالبسله والجزر. هيبقى جميل قوي، لونه هيبقى حلو قوي مع الاكل. ودلوقتي يا حبايبي هنعمله مع بعض ايه. هعمل مع بعض باستا فلورا. هحتاج ايه؟ هحتاج كوبايه الا ربع سكر بودر. انا نخليه تاني يعني بردك لما تعايريه انخليه عشان ما يبقاش في اي تكتلات. وكوبايه الا ربع بردك سمنه او زبده، بس لازم تبقى سايله كده ما تبقاش متجمده ولا ساقعه. ماشي، وهبتدي امزجهم كده مع بعض كده. هنمشوا ايه بالترتيب في الايه في المقادير مع بعض. كده مجرد ما يتمزجوا هما كلهم مع بعض هنزل على المقادير دي بايه ببضايه. بس البضايه اكون مطلعاها من بدري من التلاجة، ما تكونش في التلاجة واطلع استخدمها عشان ما تتخرزليش السمنه. طالما نزلنا ببيضه يبقى فانيليا. وهبتدي بردك امزج المقادير كده ايه مع بعض كويس لغايه ما تختفي معايا البيضه. مجرد بقى ما اختفت كده البيضه انا هحتاج كوبايتين دقيق، بس مش هحط كوبايتين دقيق مره واحده. هنزل بكوبايتين دقيق تدريجيا. حضر الدقيق
ودلوقتي انا نزلت بكوبايه ولفيتها كده اهو بردك اهي وخفيتها في العجين. هنزل بالكوبايه التانيه، ده كمان نص اهو. وهنزل ايه بمعلقه بيكنج باودر وهنخلهم مع بعض. وهبتدي بردك اقلب لغايه ما الدقيق يختفى معايا. بس انا ايه لازمني اشيل المضرب. مكنيني اقلب كده لغايه ما الدقيق يختفى معايا خالص. هي كده لسه بتلزق. هبتدي احط كمان ايه نص كوبايه دقيق، وكده برضك ببتدي الفها لغايه ما اخفي الدقيق منها خالص. بس كده خلاص بقت مش نافعه ايه بالاسباتيلا. بس كده بقت العجينه ايه بتتظبط معايا. بصوا كده اهوت نضفت البوله كده بقت ايه مظبوطه. نجيبوا صينيه يلا ونفردوها مع بعض زي ما احنا كده شايفين. بصوا انا فردتها في الصينيه وبحاول اعمل لها كده ايه جدار شويه عشان لما احط ايه المربى. بس كده بصوا بقى انا سبت حته كده اهوت. هعمل بقى فيها ايه؟ هحط لها رشه دقيق عشان تبقى ماسكه معايا اكتر، عشان دي هبشرها على الوش. فدي تبشريها تشكليها اشكال وتحطيها. يعني انا عملت لكم قبل كده الباستا فلورا وعملت لكم فيها اشكال ياما. بس بقى كده لما هعملها بالدقيق بقى حبه الدقيق دول هخليها جامده ينفع ان انا اعملها بالمبشره. لمت تاني اهي. بس بقت جامده عشان ايه تستحمل تتبشر معايا المبشره. يعني الاول بقى نبتدي ننزله المربى. دي مربى مش انا اللي عاملاها. بس هي كده مش عايزه ايه مربتين كده. المربى اللي فيها ايه كويس. هجيب بقى المبشره وهبتدي ابشرها كده عليها. بس بتنزل جميله ازاي اكني حاطه جبنه موزاريلا. وكده عملنا صينيه ايه باستا فلورا. دخلوها الفرن وما تطلع اوريها لكم. كده يا بنات كده الشكل النهائي.
ده رز ابيض عادي، بس واحنا بعد ما بيتشرب بحط عليه بزله وجزر، بيبقى جميل. ودي طريقه الكوسه كده، انت كاكلتي الاولاد خضار بطريقه سهله وبسيطه. وده الحلو بتاعنا الباستا فلورا، عملتها بس هي لما تبرد بتحتاج بقى تتقطع. وده كان غدانا النهارده، جربوه، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.